امتى اروح لكوتش وامتى اروح لثيرابيست وامتى اعرف اني محتاج ازور طبيب نفسي؟ طيب هبدأ بالكوتشنج. أولا هو مش معني خالص 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 ولا دخل له بأي من اللي احنا بنسميه أمراض نفسية أو عصبية. ده شيء مش تبعنا خالص وما نقدرش نشتغل معاه ومش مؤهلين ان احنا نشتغل معاه ومش دارسينه وما نعرفش الأمراض النفسية ومش مشكلتنا خالص. فطبعا أي حد قادر على إدارة عقله، على إدارة مشاعره بصورة معقولة، على إنه يستوعب مننا اللي إحنا بنتكلم عليه، يقدر يروح عند كوتش. أي حد تاني مش قادر يستوعب المعلومات دي، مش قادر في الحالة الذهنية أو العقلية أو الشعورية إنه يفهم يعني إيه إدارة مشاعره أو إدارة أفكاره، بيلاقي فيها تحديات بجد بتتحداه ومش قادر يتخطاها، لا ده هنصحه طبعا يروح يا إما عند ثيرابيست أو يعني السايكولوجيست، أخصائي علم النفس، أو يروح عند سايكايتريست لو القصة فعلا محتاجة طب نفسي. وهما الاثنين يعني هما دول اللي هيحددوا أنت محتاج إنك أصلا تروح عند مين. لكن الكوتشنج مرة تانية غير معني خالص خالص بالتعامل مع الأمراض النفسية.